أنا بقيت ملاحظة في الفترة الأخيرة إن بقينا مهتمين أوي إننا نقيّم أفعال الناس إذا كانت حلال والّا حرام، مهتمين إن إحنا نحاكمهم أخلاقيًا أكتر ما بقينا مهتمين إننا ندعمهم ونتعاطف معاهم، وده في الحقيقة أفقدنا جزء كبير جدًا من إنسانيتنا. أقرب مثل هاضربه لكم هو انتحار الfashion blogger بسنت سليمان اللي رمت نفسها من الدور ال13 في شقتها في سموحة في إسكندرية. جزء من الناس ما ركزش في المأساة وما وراء هذه المأساة من مآسي كتير أوي الست شافتها واتعرضت ليها، ولكن ركز في إن هي انتحرت والانتحار كفر وإن ده حرام وإن هي ماتت كافرة وما تترحموش عليها وما تتعاطفوش معاها لأن انتوا كده بتشجعوا على الانتحار. والحقيقة أنا بختلف جدا مع الكلام ده، وإن إحنا لما بنتعاطف أو لما تعاطفنا مع بسنت إحنا ما تعاطفناش معاها هي أو ما تعاطفناش مع الانتحار نفسه كفعل. يعني أنا ما تعاطفتش مع فعل الانتحار، بالعكس أنا كنت طول الفيديو متضايقة إن هي هتعمل كده، أنتِ ليه هتعملي كده في نفسِك؟ لكن أنا تعاطفت مع المأساة نفسها، زعلت، حزنت عليها، fashion blogger زي القمر، عندها 27 سنة، ما كمّلتش لسه 30 سنة، عندها بنتين ربنا يخليهم لها، ولسه واخدة جايزة من مهرجان AG fashion، إيه اللي يخلّيها تعمل كده في نفسها؟ إيه يا بنتي اللي عدّيتِ عليه خلّاكِ في الآخر تنهي حياتِك بالشكل القاسي المؤلم ده؟ عرفت بقى بعد كده إن هي اتطلّقت من جوزها وإن هو ما كانش بيصرف عليهم، وإن هي فضلت 6 سنين ما حدش بيصرف على ولادها، والست تخبطت في كذا شغل، يعني اشتغلت في محاماة واشتغلت في الترجمة مدرسة إنجليزي، وبعدين اشتغلت في الفاشن بلوجر. فواضح إن هي عدت على نقط صعبة في حياتها، عدت على محطات صعبة، واضح إن الست عانت، يعني كمان ما لهاش كارير مستقر، فهي عانت، وهي ممكن تكون مش قد المعاناة دي، تعبت عادي. هل ده بيبرر الانتحار؟ لأ، بس دي مأساة، دي مأساة المفروض إن إحنا نحزن عليها مش نحاكمها أخلاقيًا.